السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة مطبخ سميرة سين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد العصير منعش ولذيذ وكله فوائد. وكيصلح في هاد موائد رمضان. كي كتعرفوا كنصوموا كيخصنا السوائل بزاف، فالعصائر كتبقى من احسن زعما احسن حاجه نتناولوها في هاد رمضان. فالعصير ديال اليوم غادي يكون فيه بالاساس هادو الحوامض. عندنا كتشوفوا عندنا البرتقال، عندنا هادي بومبلوموس، وعندنا الحامض او الليمون باللغه العربيه، وعندنا البنان الموز. الصراحه هادو هما الفواكه اللي في هذا الموسم شويه الثمن ديالهم مناسب، كنحاولوا ناخذوا حتى الحاجه الاقتصاديه. مع دابا الاسعار مرتفعه كنحاول ناخذ حتى الواحد ياخذ الفواكه اللي في الثمن ديالها مناسب. ما ياخذ دابا التفاح كيدير 15 درهم 20 درهم، داكشي العادي زعما. ما كل ما كانت لا كاليتي كل ما كان تلقاه حتى ب 25 درهم. دونك كناخذوا الحاجات اللي الثمن ديالها مناسب. وهذا العصير تنديروا معاه حتى التمر. انا تندير التمر في بلاصه السكر باش يكون عصير طبيعي. كاين اللي كيدير هذا التمر، كاين اللي كيدير هذا سميتو العسل، وكاين اللي كيدير الزبيب حتى هو. اي حاجه طبيعيه كتحل لك. غندوزو للتحضير. دونك هما الفواكه ديالنا، انا قشرتهم على هذه الطريقه. نوريكم كنقطعهم هكا دوائر، وكنخلي لهم شويه هاد الالياف باش نستافدوا حتى من هاد الالياف. خصكم تستافدوا من جميع المكونات ديال الفواكه. هذه البومبلوموسه ما حمراش بزاف حتى هي، خليت ليها شويه الالياف. بومبلوموسه، وعندنا البرتقال كي قلنا، والموز، وهذا تمر، وعندنا الحامض راه عصرته. حامض هو عصير. ندوزو دابا للتحضير. كنحتاجو حتى الماء باش يجي سائل اكثر، الماء حتى هو ضروري. حامض باش ما ننساش. بسم الله. ناخذ البرتقال، كيحس لكم باش يبان. ناخذ بومبلوموس، ندير شويه الموز، نستمروا في نحطوا الفواكه نستفوها. غندير التمر حتى هو باش يجي مخلط. اللي ما بغاش يدير كاع التمر ولا اي حاجه محليه ماشي مشكل. هما الفواكه راه ديجا فيها واحد النسبه ديال السكريه الطبيعيه، يعني اللي ما بغاش يزيد التمر بلاش. حنا حيت اصلا غنفطروا غناخذوا التمر، غناخذوا اللهم ناخذوا هكا في العصير. هاد العصير راه منعش زوين ولذيذ، المذاق ديالو ما نقولكمش، جربوه وكله فوائد وطبيعي. واحد يصاوب هاد الشيء على يدو. هاد الشيء دابا راه برتقاله وحده وبومبلوموسه وحده وجوج بنانات، بلا ما يشري الواحد في الزنقه ويتقام عليه غالي.
بسم الله. شويه الحامض، الليمون، ونزيدو هاد الكأس ديال الماء باش نخافوش يتطحن الفاكهه. نمشيو نطحنو بالآلة الكهربائية ونجيو للتقديم. بقاو معايا. فأنا طحنت دابا هذا العصير، هو واجد. نقدمو دابا في الكؤوس. بسم الله. بسم الله. ها هو كيجي خاتر. الا بغيتو ديروه شويه هكا ثقيل، شويه بغيتو ديروه خفيف، كتزيدوا ليه الماء والحامض. هذه واحد لاستيوس زوينه، واحد اللعبه. كل ما اي عصير ديروا فيه شويه د الحامض والماء، راه ما كيجيش زعما باين فيه الماء كتير، كيجي منسجم مزيان. كم دائما ديروا الماء والحامض كيجي مزيان. بسم الله. ها هو تبارك الله دار 2 كيسان عامرين وباقي الخير. هادشي كله كي قلنا برتقاله، بومبلوموسه، ونص حامضه، و2 موزات. وكيجي غزال، قلت لكم لذيذ وكله فوائد. وهذا البرتقال وهذا بقاو تحاولوا تخليو اللب ديالو. ما انا مبغيتش نعصر البرتقال، عاد درتو كله هكا بالالياف ديالو بهادشي باش نستافدوا من حتى من المكونات من الالياف ديالو، باش ماشي داك العصير ملي كدير غير عصير البرتقال هكا كدوزو عصير عاد كديرو مع هذا كيفقد بزاف ديال المكونات ديالو. فهاد الطريقه مزيانه وطبيعيه بصحتكم، عصير طبيعي ولذيذ. نتمنى تجربوا هاد العصير وينال اعجابكم. لا تبخلوا علي بالاشتراك والتعليق واللايك، وشكرا لكم. رمضان مبارك سعيد.